إطلالة ماكرون قبيل الدخول المدرسي تفاجئ الجميع، أو على الأقل مسلمي بلاده. العباءة ممنوعة رسميا في المدارس بحجة أنها لباس إسلامي، والألبسة التي ترمز للديانات ممنوعة، أو هكذا يقولون. إذن هي الحرب التي قادتها حكومة إيمانويل ماكرون ضد كل ما له علاقة بالإسلام والمسلمين بدعوى الحفاظ على علمانية البلاد. إلا أن علمانية باريس لا تمنع دخول من يحمل الصليب على رقبته مثلا، لأنه مجرد قلادة لا غير، والأمثلة كثيرة. دخول مدرسي يريده مانو كما يحلو للمقربين تسميته، يريده غير مستقر ومزلزل، ليتمكن الفرنسيون من نسيان ما يحدث من خيبات. فهل تساءلتم لماذا خرج ماكرون بتصريحه بهذا التاريخ بالذات رغم أن وزير تربيته قام بالواجب؟ سأخبركم. الفاتح سبتمبر دخل قانون التقاعد المثير للجدل حيز التنفيذ، ومخاوف حكومة ماكرون من التأجج الكبير يذعرهم، وهذه المشاهد يخشونها. فخرجة ماكرون بهذا التاريخ ليست بريئة، فالعباءة ستغطي أو ستستر عورة القانون الذي أجج فرنسا لأكثر من عام. ثم لتنسى أيضا سقطت عاصمة الجن في الخارج، فهل سيعود ملف التقاعد من جديد للشارع